والمصدق لرسوله. أوليس حمزة سيد الشهداء يا عمابي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ ولما سمع الحر بن يزيد الرياحي كلام أبي عبد الله واستغاثته ورأى القوم صمموا على قتله أقبل إلى عمر بن سعد وقال أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال إي والله قتال أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح فيه الأيدي. فاعتزل الجيش وسرت الرعدة بأوصاله. فقال له المهاجر بن أوس لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتم، فما هذا الذي أراه منك؟ فقال الحر إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا ولو أحرق. ثم أخذ يدنو نحو معسكر الحسين مطرقا برأسه إلى الأرض حياء من آل الرسول وندما لما دنا من الحسين. رفع صوته ودموعه على خديه قال اللهم إليك أنيب، قد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد أنبيائك. يا أبا عبد الله إني تائب فهل تراني من توبة؟ جعلت فداك، أنا صاحبك الذي حبسك عن الرجوع وجعجعت بك في هذا المكان وما